السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض الطواجن زي ما انتم شايفين كده. انا جبت كده 3 طواجن عشان ان شاء الله بقى نبدأ نعمل فيهم بقى اكلات في شهر رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. انا جبت كده 3 طواجن. الطاجن عامل 20 جنيه، ده حجم كبير حلو قوي. ان شاء الله هنبدأ مع بعض بقى ازاي بقى نحرقهم علشان نبدأ نعمل فيهم اي اكلات بعد كده. ما ينفعش انك تجيبي الطاجن وتعملي فيه اكل على طول، لا، لازم الاول في خطوات لازم تتعمل قبل ما تعملي فيهم اكل. خلاص يا حبيب قلبي. انا جبت كده طواجن وجبت كده فوطة معايا، همسحها كده من اي ترابة لو في اي حاجة. وبعد كده بقى هشوف هنعمل فيهم ايه. همسحهم كده بس اهم حاجة بالراحة علشان ما يتكسروش مني. انا شطفت كده الحوض الاول وبعدين حطيت السداده بتاعه الحوض، وهسيب بقى الحنفيه مفتوحه عليها كده علشان هننقع الطواجن كده في ميه. احنا هننقع الطواجن لمده 24 ساعه. كل ما تسيبيه في قلب الميه كل ما تاخدي نتيجه اكتر. يعني ايه؟ يعني انا حطيت الطواجن كده منقوعه من بالليل للصبح، او انت لو عايزه تجيب نتيجه اكتر كمان هتسيبيه لمده يومين في قلب الميه. بس اهم حاجه هتحطي فيهم ميه زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه الطاجن يكون متغطي تماما خالص يعني. حطاهم لو انت ما عندكيش حوض كبير هتحطي بقى في طبق بلاستيك كبير وتغطيهم، لازم تغطيهم خالص. يعني الميه زي ما انت شايفه كده مفيش حاجه اسمها حاجه تبان منه علشان كل الطاجن اللي انت شايفاه كده يشرب من ميته. خلاص يا حبيب قلبي. كده مده يومين. كده مده يومين احنا عملنا الطواجن، انا سبتهم يومين في الميه. انا طلعتهم كده شرب ميه كتير زي ما انت شايفه كده. هتلاقيه تقيل بس بالراحه. بعد كده هتنشفيه خالص من الميه. في الوقت ده بقى ولعي الفرن على درجه 200 180. لو عندك اعلى درجه ولعي عليها، وتحط الطواجن دي لحد ما تنشف خالص. يعني هتسيبها حوالي مده ساعتين في قلب الفرن. انا هدخلهم بقى الفرن وبعد ما اخلصهم هرجع لكم تاني. خلاص كده بعد ما قعد حوالي ساعتين في الفرن، سبتهم بقى خالص في الفرن. سيبيهم ما تطلعهمش، اوعي تطلعيهم خالص. هما سخنين على الرخامة، غلط. طلعيهم على خشبة، على رخامة، او سيبيهم في قلب الفرن يبردوا خالص. خلاص انا سبتهم في الفرن لحد ما بردوا. انا جبت كده ال3 طواجن زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى حبة زيت علشان دي المرحلة التانية للطاجن. بعد كده هجيب بقى الزيت زي ما انتم شايفين كده، حبة زيت بفرشة. هدهن بس دهنة بسيطة خالص، يا دوبك تدحسيها زيت علشان ما تلاقيش الطاجن منك اتحرق وشكله اسود خالص جوه. انت تحط بس طبقة بسيطة من الزيت من بره ومن جوه كده بالراحة. خلاص يا حبيب قلبي. بس زي ما قلت لكم ما تطلعوش الطاجن على الرخامة وهو سخن علشان هيطق منك. بعد كده هتسيبيه يبرد في قلب الفرن وبعد كده تشتغل في المرحلة التانية. وبعد كده لما نيجي بقى نبدأ نعمل فيهم اي اكلات، ما تطلعيش الطاجن على الرخام عشان ما يطقش منك. على خشباية، على قرص كده. في قرص بيتباع كده جاهز على شكل، يعني شكل كده بس هو خشب. طلعيها عليها عشان الطاجن بتاعك ما يطقش منك. فما بعد كده تجيبي اي حاجة او خشباية عادي، لكن هتحطيها على الرخامة وانت مطلعاها في الفرن غلط. واوعي تطلعي في المرحلة ديت على طول على الرخامة، سيبهم يبردوا في قلب الفرن. خلاص كده. انا ولعت تاني الفرن تاني علشان ادخلهم تاني الفرن. يا دوبك مش هياخدوا ربع ساعة او نص ساعة، بس اهم حاجة عينك عليهم. خلاص يا حبيب قلبي كده اخلصهم وهرجع لكم بعد ما اخلصهم خالص. خلاص كده يا حبيب قلبي بعد ما خلصت خالص، دي اخر مرحلة. خلاص كده سبتهم برضو في الفرن يبردوا تماما خالص وبعد كده طلعتهم. بعد ما تطلعيهم بقى تقومي غسلهم كده غسله نظيفه كده وتسيبيهم. بعد كده هتستخدموهم لاي اكل بعد كده، اي طاجن حابب تعمليه. يبقى كده اصبح جاهز معاكي الطاجن. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي يا حبيب قلبي. لو عجبكم بقى الطريقه بتاعتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. واحلى كومنت كده واحلى لايك يا احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.